واحد النهار كنت كنقلب على خدمة ما خليت فين دفعت حتى واحد ما كيعيط ليا. واحد الليله كنت جالسه في بيتي كنقلب، هو يبان ليا واحد الاعلان ديال واحد الراجل طالب فيه اللي تونسو يهضر معاها، والخدمه ما دخل فيها حتى شي حاجه جنسيه، غير الهضره صافي، وغادي يخلصها ب 3000 درهم للسيمانه. كان داير بلي عمره 45 عام، وكان داير التصويره ديالو. بالحق كان كيبان شويه صغير فيا، كانت كتبان عنده تقريبا داك 30 عام، باينه كذبه من السما ومستحيل تكون بصح. ولكن ديك الساعه ما كانت عندي حتى 100 درهم في جيبي. قلت ما خسره والو، اندوي معاه. كان داكشي هو هذاك تبارك الله، ما كانش نبلوكيه ونقلب في بلاصه اخرى. صيفط ليه ميساج، هو يجاوبني ديك الساعات: سلام حبيبه. الحميبه ورش ملي قريتها كرهت ديك الكلمه، ولكن الا كان هادشي بصح 3000 درهم السيمانه راه ما سهلاش، وما غادي نعس مع حتى شي واحد من الفوق. الا كنت نتخلص غير باش ندوي معاه فشكون بحالي. قلت ليه السلام. كان سميتو مهدي، وقال لي بلي عنده شركه ديالو، واخا ما قالش ليا فاش خدام بالضبط. هضرنا شويه، من بعد هو يسولني على البنك وداكشي ديالي باش يصيفط ليا الفلوس. كنت كنتسنى غير نفيق من النعاس ويطلع هادشي كامل غير حلم، ولكن ما كانش حلم، بصح صيفط ليا الفلوس. باقا معايا؟ دخلت الميساج وجاوبته، قلت له انا معاك. اسمح لي، ممكن نسولك واحد السؤال؟ شنو باغي بالمقابل؟ بقيت كنشوف التليفون حتى جاوبني: بغيتك غير ديري شي حوايج بساط وصافي. حسيت بداك الشيء يدخل فيه الجنس ولا شي حاجه. قلت ليه بحالاش؟ هو يقول لي مثلا اول حاجه نبغيك ديريها هي تسخري ليا وتوصلي داكشي للدار عندي. مبان ليا الطلب ما صعيبش، بالحق قلت يكون شي قالب ولا شي حاجه. 3000 درهم باش نتسخر ونوصل ليه شي حاجه للدار، ما كنتش عابطه لديك الدرجه. سولتو واش ماشي مكتب بريد ولا شنو؟ هو يقول لي لا، غنصيفط لك العنوان اللي تمشي ليه. ما بغيتش نهضر في هادشي هنا، عندك سناب شات نهضروا فيه ولا اعطيني النمره ديالك؟ اول حاجه طاحت لي في بالي هي بلي الميساجات كيتمسحوا في سناب شات. قلت من الافضل نعطيه نمرتي. صيفط لي العنوان ديك الساعات والبلاصه فين نحط الصهره ديالو. قال لي انا ما كاينش في الدار دابا، ولكن راه هاد القايد الدوبل ديال الساروت محطوطين حدا الورده الحمراء اللي كاينه في الجرده. دخلي للدار وحطي الصخره فوق الطابله اللي في الصالون، ساورتي البيبان ملي تدخلي للدار وساورتيهم تاني من تخرجي. كبت في الطوموبيل ديالي ودخلت العنوان في التليفون ومشيت وصيفط له ميساج. قلت ليه انا في الطريق. شويه عاود وصلني ميساج من عنده وقال لي كندوي معاك بصح، ساورتي البيبان بجوج، فاش تدخلي وفاش تخرجي عافاك. قلت في خاطري زاد فيه شويه وصافي. قلت ليه ما تخافش انساورتهم. الدار جات في واحد البلاصه زوينه ونقيه، بالحق الدار كانت شويه قديمه مقارنه مع الديور اللي كاينين حداها. دقيت في الباب وهو يحول عليا واحد الراجل قدو قداش، لحمو كله عامر بلوشام. يلا بغيت ندوي، هو يقول لي من طرف مهدي. قلت له وانا مبلوغيه في بلاصتي بالخوف. قال لي وقفي هنا وما تحركيش. بقيت واقفه تما كيف قال لي. قلت ليه في خاطري بدك الشوفات اللي شفتي فيا واخا نبغي نمشي ما نقدرش. بديت كندور في وجهي وانا نرد البال بلي الدنيا خاويه تماك، ما كان حتى واحد برا. في عمري 21 عام، بنت صغيره
وفي الزنقة بوحدها شديت سوار الطوموبيل وزيرت عليهم. دازو شي 5 دقايق والراجل خرج لعندي وهز في يديه واحد الصندوق صغير. هو يقول لي حلي الكفر ديال الطوموبيل. حليته وحط الصندوق لداخل وهو يقول لي صافي سالينا تقدري تمشي دابا. قلت ليه شكرا. ملي درت للجهه الاخرى باش نحل الباب شاف فيا وهو يقول لي وحاجه اخرى حضي راسك. شفت فيه وما جاوبتوش، ركبت ومشيت. في الطريق خدمت الموسيقى وجهزتها لحدها ومشيت العنوان ديال الدار المهدي. بديت كنغني باش ننسي راسي شويه. وصلت للدار بقيت جالسه تما كنشوف الدار اللي قدامي. كانت قدها قداش وعلى بزاف، الدخله كلها بالرخام، زوينه وباينه مولاها لاباس عليه. خرجت من الطوموبيل وهزيت الصندوق ومشيت للدار. قلبت على الورده الحمراء في الجرده ولقيت سوارت حداها. حليت البيبان وملي دخلت سديتهم. وانا واقفه تماك كنشوف الدار من الداخل كيف دايره. تفكرت داكشي اللي قال لي على حسب البيبان وانا نسولتهم ديك الساعات واخا جاتني شكل. تميت غادا وكنشوف الاثاث ديال الدار، كلشي فيها كان كيبان غالي، حتى من الدريه بانت ليا غلا من الطوموبيل اللي عندي. مشيت للصالون وحطيت الصندوق وانا راجعه لجهه الباب سمعت التليفون ديال الدار كيصوني مشي بلاصه. تبلوكيت في بلاصتي. ديك الساعه في برد التليفون ديالي جبدتو وشفت الميساج اللي وصلني. ما تجاوب حتى مكالمه من غير الا كانت مع نبيل. خشيت التليفون في جيبي وبديت غادا نتبعها وكنقلب الصوت منين جاي. دخلت لشحال من بيت حتى وصلت لفين كاين التليفون ديال الدار. شفت شكون كيعيط. طلعت ليا سميت المهدي. جاتني غريبه هاد القضيه. جبت التليفون ديالي وعاودت قرأت الميساج اللي جاني. بديت كنتخلع شويه وقررت باش ما نجاوبش في التليفون غير كاحتياط وصافي. خرجت من الدار وتفكرت باش نساورت البيبان بجوج. من ديك النهار بقيت مره كنتسخر للمهدي. واحد النهار مشيت بواحد المرسيدس لواحد الخلا في المدينه اخرى. ملي وصلت لتماك لقيت بلي خصني نرجع بطوموبيل اخر لدار المهدي. مره اخرى قال لي نتلاقى مع شي ناس خدامين معاه فوقيته الغدا وعطاوني واحد الشنطه باش نديها لديك الدار الاولى اللي مشيت ليها. قالوا لي بلي غادي نعرفوا الا حليتها ولا شفت شنو وصل منها. مرات اخرين كان كيقول لي باش نمشي لنفس الدار ونبقى مع هذاك الراجل اللي كله عامر وشان اللي طلعت سميتو سمير. كنت كنبقى غير جالسه ما كان لحد الان جمعت تقريبا 7 مليون. مؤخرا مهدي قال لي بلي ما غاديش يكون في الدار وسولني باش ندوز الليله تماك. فقت لقيتو مصيفط ليا ميساج: بغيتك تباتي بالدار عندي هاد الليله. عمرني ما تلاقيت به شخصيا ولكن دويت معاه شحال من مره في التليفون. من بعدها قال لي بلي غادي يخلصني 10,000 درهم باش نبات تماك. بالحق خصني نتبع واحد الشروط. مشيت لدارو ديك الليله. الضو على برا وديال الدخله الباب كان مشاعل. حليت الباب سديتو وسورتو ملي دخلت. كلشي في الداخل كان كيبان طبيعي كيف العاده. مهدي قال لي بلي غادي يخلي الشروط اللي خصني نتبع مكتوبين في ورقه وغادي يحطها فوق الطابله اللي كاينه في الصالون. حطيت ساكي وحوايجي وصدقوني حوايجي كانوا كيبانوا بحال الزبل مقارنه مع الديكورات الغاليه اللي كاينين تما. دخلت الكوزينه باش نشرب ورجعت الصالون وشديت الورقه اللي خلالي. اول حاجه ساورت البيبان ملي تدخلي. ثاني حاجه
ما تجاوبيش في التليفون ديال الدار من غير الا كانت من عند نبيل. 3 ما تدوري حتى شي روبيني ديال الماء ما بين 9 و 11 الصباح. 4 الا كان الباب ديال الخزانه اللي في الطابق الثاني محلول، نعسي في المكتبه ديالي. الا كان الباب ديالها مسدود، نعسي في اي بلاصه بغيتي. 5 ما تحلي الباب لحتى واحد من ورا 10 ديال الليل، وخا ما نعرف شكون يكون. 6 الجارديني كيجي مع 12 على قبل الجارده، الا دق في الزاج تخباي. 7 شعلي التلفازه وخليها خدامه الليل كامل، عندك تنساي. 8 خدي اي حاجه بغيتي من الثلاجه. 9 غنخلصك بالصباح. حاولت نتبع جميع القوانين والشروط اللي عطاني. بصراحه بديت كندم على القرار اللي خديت، ولكن قلت في خاطري ملي انا كاينه هنا وغدا نتخلص في الصباح صافي، ما فيها باش نكمل. هنصبر، الا تبعت القوانين كل شيء غيكون مزيان. ولكن واخا هكاك جاني هادشي غريب. اش هادشي؟ مالي في دار مسكونه؟ ما علينا. بقيت كندور في الدار، كنت معوله النعاس مع التسعود. مادام العجب كله كيبدا مع ديك الوقت، من الاحسن نعس ونهني راسي. مع 8 قسمت غسلت سناني، طلقت الروبيني لاخر مره قبل ما توصل 9 الليل. طلعت للطابق الثاني، لقيت الباب الخزانه محلول. هبطت هزيت حوايجي كاملين ودخلت للمكتبه باش نعس تما. تاكدت واش البيبان مساورتين غير احتياط، وطلعت لبلاصتي، تسكيت وشديت التليفون ديالي. ما وصلني حتى ميساج من عند المهدي. وديك الساعه بديت كنفكر في علاش كان عليا نتبع الشروط غريبين بحال هادو اللي في الدار. داني النعاس، هي ضربني الفيقة مع 10:04. فقت حيت سمعت شي حد صونا في الباب. يلا بغيت نوض باش نشوف شكون وانا نتفكر القوانين. 5 ما تحلي الباب لحتى واحد من ورا 10 ديال الليل، وخا ما نعرف شكون يكون. حاولت نبقى في بلاصتي، كنحاول ما نتحركش، خايفه وكنقفز لاي صوت كنسمع. البوليس، حل الباب. ما تحركتش. سلام، البوليس هذا، حنا ولا غادي ندخلو عليك؟ بقيت جالسه في بلاصتي ما تحركتش، كنحس بقلبي كيضرب على الجهد. من بعد كان ثقيل شويه، الباب صونا عاوتاني. سلام، راه المهدي هذا، حل لي الباب. صوتو جاني كيشبه لصوت المهدي، ولكن بالرغم من هادشي ما تحركتش من بلاصتي. الا كان هو غادي يكون عنده السواره ديال الدار ياك، علاش غادي يبغيني انا اللي نحل عليه؟ هادشي بقى غادي هكا تقريبا شي ساعه، الناس مختلفين كيجيو كيصونيو، وملي ما كنجاوبش كيمشيو. من بعد داني النعاس والجارديني ما جاش. ملي فقت في الصباح سمعت شي حد في الكوزينه. نط بشويه وحليت الباب ديال المكتب غير بشويه باش ما نديرش الحس. خديت التليفون ديالي وتميت غادا لجهه الكوزينه. وقفت قدام الباب ديالها وطليت. كان المهدي، كان جالس حدا الطابله وكيشرب في كاس ديال القهوه. هاز راسو هو يشوفني، ضحك وقال لي صباح الخير. ما عرفتي شنو نقول ليه، جاوبته وعليكم السلام. هذه كانت اول مره نشوفه شخصيا، كان كيبان بالضبط بحال التصويره اللي كان مداير في الاعلان. قال لي
بغيتي نطيب لك شي حاجه تفطري بيها؟ قلت ليه واخا، الا جات على خاطرك صايب ليا معاه. وملي خديت الطبسي من عنده قلت ليه شكرا. كليت وشربت القهوه حتى انا، والوقت كله اللي كنت كناكل فيه ما قلت حتى شي كلمه. ايوا قولي ليا كيف كان داكشي؟ قلت ليه عادي، حتى حاجه غريبه ما وقعت. قال لي مزيان. بقينا ساكتين شويه وانا نقول ليه بلي خصني نمشي دابا، وخا ما كان عندي ما يدار داك النهار، ولكن كنت باغا غير الوقت اللي نخرج فيه من ديك الدار. هو يقول لي لا ما تقوليهاش، صافي ماشي مشكل، خلي حتى المره اخرى ونهضروا. هزيت حوايجي وخرجت. ملي ركبت الطوموبيل درت نشوف الدار، وانا نلقاه واقف في الدخله كيشوف فيا. ملي وصلت للدار لاحظت بلي ديك الورقه اللي فيها القوانين اللي خصني نتبع باقا عندي. شعل التلفازة وخليها خدامة الليل كامل، عندك تنسى. شعل التلفازة وخليها خدامة الليل كامل، عندك تنسى. عندك تنسى. بقيت كنشوف دوك الكلمات كنقراهم ونعاود نقراهم. فيبرا لي التليفون في جيبي، قلبت الكونت ديالي في البنكة لقيت بلي الفلوس وصلوني 10,000 درهم. شفت في التليفون شفت الورقة، قلت في خاطري يمكن داك القانون ما كانش مهم. وانا كنفكر فيها وصلني ميساج من عند المهدي فيه انا مكيناش دابا في المدينه، نقدر ما نرجع حتى السيمانه الجايه، راه صيفط ليك الفلوس، سيري شري لك شي حاجه زوينه وبرعي راسك. بقيت كنشوف في الميساج ونعاود نقرا فيه ونعاود نقرا فيه وعاود نقراه تاني باش ما نفلت حتى حاجه. انا ما كاينش في المدينه دابا. فكرت شنو وقع بالصباح وكيف ان المهدي كان معايا في الدار وفطرنا مع بعضياتنا. انا ما كاينش في المدينه دابا. دازت شي 5 دقايق وهاد المره جاني ميساج من واحد النمره ما عنديش وما كنعرفهاش. ما نسيتي والو. تابعها واحد التصويره ديال المهدي ولا ما نعرف شكون مصور حدا التلفازه. ما جاوبتش. من بعد وصلتني تصويره اخرى من نفس النمره، كانت تصويره ديال الدار اللي ساكنه فيها. تابعها ميساج اخر، حدي راسك. مشيت كنجري لبيتي وسديت عليا مزيان وتركنت في واحد القنت خايفه ومدهشره، يدي كترعد عليا. حطيت يدي على ودنيا باش ما نبقاش نسمع. حدي راسك كانت هاد الجمله كتكرر مليون الف مره في عقلي. كيفاش حتى قبلت نخدم هكا؟ واش بغى عندي هاد السيد؟ علاش كيتعامل معايا هكا؟ ولاش كيعطيني مبالغ كبيره في خدمه بسيطه وغريبه في نفس الوقت؟ واش هذا مريض نفساني ولا كيتيستي فيا باغي يجربني؟ بقيت كنمشي ونجي كالمسطيه. فعلا وليت حمقى. حاولت نطل من السرجم ونشوف واش شي واحد مراقبني كيصيفط لي شنو كندير. الصوت باقي كيتردد وكيقرب، كنسمع خطاوي بالزربه في الدروج والبيبان ديال البيوت كيمشي ويجيو. شويه كيتقطع الحس، تحبس فيا النفس. وصلني ميساج من عند المهدي، حل الباب راه غير انا. ما قدرتش نحل. الصوت من الداخل ديالي كيقول لي غتوقع لك شي حاجه، وفعلا ما حليتش. شويه كنسمع السقيل في الدار. وصلني ميساج اخر، خليتك بخاطرك هاد النهار، بالليل نلقاك في الدار مع 12. كيفاش غادي ندير نمشي عنده؟ ما بقيتش باغا نخدم. خرج من بيتي لقيت البيبان مسدودين كيما خليتهم، بحال ما كان حتى حاجه. واش كنتخيل؟ اش هادشي؟ فاش ورط راسي يا ربي. بقيت جالسه في الارض وكنبكي.
نوضت غسلت وجهي وبقيت كنشوف راسي مزيان في المرايه. قررت نمشي ونواجهو، هذه هي الاخرى ليا. نوضت دوشت ولبست واحد الكسوه خضراء عاد شريتها، درت الميكاب ديالي وقديت الحاله. علاش كندير هادشي ما عرفتش. وصلني ميساج من عنده، غتلقاي السوارت تحت من الطاب. دخلت ما لقيت لا عساس لا حتى واحد، بقيت كنتمشى بخطوات صغار. طلعت لبيتو لقيتو كيتسناني. يلا بغيت نهضر ونواجهو، قطعني. اليوم غتنعسي معايا وما غنقيسكش، كوني هانيه. ما عليك غير تنفذي بالشروط اللي كنقول لك. الصباح تلقاي فلوسك وصلوك. ديك الليله بت معاه، نبهني وحضرني بواحد الحاجه قبل ما ينعس. قال لي واخا ما نعرف اشنو يوقع ما تحاوليش تفيقيني، حيت كنفيق وانا خايف. وما تحاوليش تجاوبيني الا سولتك على شي حاجه بلا ما تجاوبيني، ديري راسك ما سمعتي والو. قلت ليه واخا، غير بقى على خاطرك. هو يكمل وقال لي وإلا تخلعتي ولا شي حاجه يمكن لك تنوضي للصالون وتنعسي فيه، ما غاديش نتقلق منك. قلت ليه صافي ما تخاف من والو. مبان ليا متردد وخايف وبغى يقول لي شي حاجه. انا متاكد هادشي ما غادي يشكل حتى مشكل، وقلت ليه بلي غادي نبقى حداك وما غنمشي فين. ولكن كنت غلطه، ما قدرتش نكمل حتى ليله وحده. جوجنا نعسنا بلا حتى مشكل. ما عرفتش شحال ديال الوقت داز قبل ما نفيق. حسيت بشي حد حاضيني وانا نتفكر بلي راه ناعس حدايا. كان حدايا ومعايا. اول مره غادي نباتو مع بعضياتنا، غير مجرد فيها خلتني نبتسم غير بوحدي، حيت عجبني من اول مره تلاقيت معاه. واخا تعاملو غريب شويه. هانيه درت على ظهري وانا نلاحظ الخيال ديالو جالس. الخيال والجسم ديالو بان ليا مختلف شويه، شي حاجه ما كانتش هي هذيك. كان جالس وحاضيني. خفت ما نكذبش عليكم. من بعد هدر. هذيك كانت هي الاخرى ليا. نضيك الساعه للصالون وانا خارجه من البيت، هو يخرج واحد الصوت بحال ديال المشاش ملي كيكونوا كيتضاربوا مع بعضياتهم. كنظن كانت كيحاول يضحك ولا شي حاجه. كنت متكيه في الصالون ولكن ما كنتش غاديه ننعس اصلا. واخا نبغي ما كنتش نقدر ننعس. بقيت متكيه تماك وكنتسنى غير الوقت اللي طلع فيه الشمس. من بعد ما سمعتو هدر من البيت. اسماء. صوتو كان بحال ديك المشعوذين القاصح بزاف والغريب. شويه تبدل صوتو رقيق وكيطول في سميتي. حاولت ندير راسي ما سمعت والو. هو يعاود يعيط ليا اسماء. ما جاوبتش. انا عارفه كتسمعيني اسماء، انتي فايقه دابا، اجي نعسي حدايا. صوتو ما كانش عادي. ولا ياك ما تبغيني انا اللي نجي لعندك. ما جاوبتوش. قبل ما ينعس نبهني باش ما نجاوبش. كون سمعتو جاي لعندي قسما بالله حتى كنت نهرب ونخرج من الدار. ولكن هو ما كان صوتو اللي سمعت، كان صوتو غليظ شويه بحال شي حاجه مشي فيلم ديال الخليع. عندك ونشرب من دمك. انا هنا تبلوكت في بلاصتي. في الاول بقيت غير كنشوف فيه، ما كانش هادشي اللي على بالي. كان كيسحب لي غادي يكون كيقول شي حوايج عاديين، يمكن مره يخسر الهضره ولا شي حاجه، ولكن هكا لا. وبصراحه ديك الساعه بديت كنفكر مع راسي شنو هندير الا هجم عليا دابا، وإلا بصح حاول يذبحني ويشرب من دمي، انا اللي جايه برجلي حتى لعندو. من بعد
تكا في بلاصتو ورجع نعس. كنت مخلوعة، حاولت نرجع حتى انا نعس وندير بحال ما وقع والو، ولكن ما قدرش نغمض حتى عينيا. بقيت كنفكر يمكن مازال حاضيني، يمكن جالس عاوتاني وكيشوف فيا. شويه درت على جنبي وشفت فيه، لقيتو حاضيني، وجهو كان قدام وجهي، وفمو كان خارج منه واحد الريحه حاشاكم خانزه، بحال شي حاجه ماتت وعطات الريحه خايبه بزاف لدرجه ماشي طبيعيه لواحد بحالو. دوا معايا عاوتاني بنفس داك الصوت الاول. إلا ما نطيش من حدايا غادي تصبحي ميتة. ما جاوبتوش. قبل ما ينعس نبهني باش ما نجاوبوش. كون سمعتو جاي لعندي قسما بالله حتى كنت نهرب ونخرج من الدار، ولكن هو قال لي باش ما نجاوبوش. داكشي علاش بقيت ساكته. من بعد سمعتو عاوتاني بدا كيضحك وقال: منيتك باغا تواجهيه وتسوليه على كاع الأسئلة اللي في راسك، وعلاش كيعطيك الفلوس، وعلاش كيتعامل معاك هكا. كنتي مطرطة باش تجي لعندو وما بغيتيش تحل الباب مني جا عندك. كيقولها وهو كيضحك. ديك الساعه عرفت بلي كيهضر معايا ماشي مهدي اللي كنعرف. ما قلت لحتى واحد شي حاجه، ما كان معايا حد مني وقع ليا هادشي. وانا كنفكر هو كيقول بداك الصوت الغليظ: ما كاينش اللي غادي يقرب ليه، هو ديالي بوحدي، سمعتي؟ ديالي بوحدي. وبدا كيضحك عاوتاني بداك الصوت الرقيق اللي كيشبه المشاش بلي كيبغيو يضاربو. ديك الساعه عرفت بلي هادشي ماشي مشكل انسان كيهضر بالليل وصافي، هادشي داخل فيه حوايج اخرين. ما نقدرش نعاود ندخل الدار عنده. ما عرفتش شنو غادي يوقع الا دخلت. بقى شحال من الساعه باش يطلع النهار، باقي كنسمع فيه كيضحك. ديك الساعه تفكرت الجمله اللي قال لي قبل ما ينعس: عافاك اسماء، يوقع اللي وقع ما تجاوبنيش ملي ندوي معاك، ديري اي حاجه غير ما تهضريش معايا.